كل صباح تخرج خالتي ربيحة من بيتها الكائن بقرية صدر جنوب الجلفة قاصدة هذا المكان لتتكئ على سنين الانتظار أمام هذا البئر، وعيونها على حجر يقاسمها مرحلة الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. السر هو أن هذا الحجر يطلق عليه بالحجر المجاهد، رمزية الحجر عند الحاجة ربيحة كبيرة لطابعها التاريخي، رمزية ترفض أن تقايضها بأي ثمن. أولا هذه الصخرة نحن عارفينها، هذه الصخرة بحد ذاتها مجاهدة احنا نقول. عجوز تجاوزت القرن ب3 سنوات تحرس حجرا منذ 60 عاما، قصة لم تحدث في العالم لكنها حقيقة في بلدية عين إبل بالجلفة. يعني حجرة ثائرة. بقاء الحجر المجاهد حسب تعبير أهل المنطقة على صغر حجمه في أعلى البئر وأمام أعين الحاجة ربيحة الحارسة له ببركتها منذ سنوات، يجعلها تقول له يوميا: يا حجر ما يهزك ريح.